وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير في الاحيان بيجي حد يسالك يقول لك يا باشمهندس انا عايز ابدا في تشطيب الشقه بتاعتي ولكن محتار نبدا باي بند. فانا من قناه معلومه هندسيه الاهميه هقول لك مراحل بنود التشطيبات مرحله نبدا بايه ونأجل ايه. اول حاجه يا باشمهندس بتعمل حاجه اسمها دراسه اللوحات المعماريه. تاني حاجه بنعمل التعديلات المعماريه في الوحده بتاعتي، لان ذوق احمد مش زي ذوق عمر مش زي ذوق محمد، ولكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. عشان كده ممكن تلاقي واحد يقول لك انا عايز افتح، عايز اكبر شويه، عايز اغير الشقه دي شويه، السكشن ده شويه، عايز انقل المطبخ مكان الحمام وحمام المطبخ، وتفضل اي تعديل هيحصل. عدلت المباني بتاعتي وخلاص استمريت على كده، بنبدا نقسم مراحل التشطيبات. انا كمهندس محمد بقسمها بالطريقه دي، ممكن تاني مهندس خالد مهندس عمر يقسمها بطريقه ثانيه، بس انا من قناه معلومه هندسيه الاهميه هقسمها لمرحلتين. اول حاجه مرحله التاسيس وبعدين مرحله التشطيب. مرحله التاسيس عندي بتضم 5 مراحل. اول حاجه باسس بعد البياض بتاعتي. تاني حاجه بناسس معايا الكهرباء، باسس تاسيس حلو معايا، باسس سباكه، باسس السباكه دي باسسها مقسومه لجزئين معايا، جزء صرف وجزء تغذيه، انا باسسه في السباكه. بعد كده باسس معايا مواسير التكييف ومواسير الفيول، مواسير صرف التكييف ومواسير الفيول، دول التاسيس بتاعي. بعد ما اسست كل المراحل دي بنخش بقى في الجزء الثاني هو مرحله التشطيب. بشطب على المنو بتاعي. اول مرحله ده بيكون فيها منو البياض او منو المحاره بتاعتي. خلصت منو البياض بنضف الوحده كلها وبخش على عزل الحمامات. بنعزل الحمامات ونخلص عزل، بعد كده نبدا في عمليه الجبس بورد، ولكن انا بسيب عزل الجبس بورد بركبه في الوحده كلها، واسيب الجبس البورد بتاع المطبخ والحمام لحين استكمال سيراميك حوائط المطبخ والحمام. بعد ما خلصت الجبس البورد بنسحب سكينه نقاشه او سكينتين من النقاشه، بسحبهم واسيبه على كده ونعمل السيراميك بتاعي او البورسلين. طبعا لو انا هشتغل البورسلين يبقى انا هعمل خرسانه ارضيات ومحرها واظبط منسوبها وبعدين ابدا في تركيب البورسلين. ارجع تاني اقفل معايا او اكمل استكمال تشطيب الدهانات بتاعه الجبس البورد والشاشه وكل الكلام ده كله، وبقفل الدهانات تحتي واسيبها على اخر وش، او ان انا بشطب دهاناتي كلها مره واحده. بعد كده بقسم بقى وبكمل بقى تشطيب الكهرباء من علب وولدات ومواد. بعد كده بكمل تشطيب الصيني او بقفل تشطيب السباكه. بنخش بعد كده في مراحل بقى زي الفرش واعمال اضافيه زي الديكورات والتجريد. ممكن لو انا عندي معادن رخام بقفل بقى المعادن، بركب بقى الابواب تحتي. كل الكلام ده كله كان مراحل بنود التشطيبات. النهارده في الفيديو ده قسمناها بالطريقه دي، وادي التقسيمه او الترتيب بتاع بنود التشطيبات ليا انا كمهندس محمد. ما يعجبكش انت كمحمد او عمر، لان ده ترتيب وكل واحد بيرتب دماغه وحسب وجهه النظر الصحيح. دي كانت معلومه النهارده او فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.